انتشر خبر محزن جدا بيأكد على وفاة المواطن المغربي بسبب أحداث النهائي الإفريقي بين المغرب والسنغال، مع كشف صورة القاتل المتداولة بالسوشيال ميديا. تابع معايا التفاصيل. بدأت الواقعة بعد إلغاء حكم المباراة لهدف لمنتخب السنغال واحتساب ركلة جزاء لمنتخب المغرب. بعدها لقينا الاستاد اقتحموا الجماهير السنغالية وبدأت بالاعتداء الوحشي على الأمن في الملعب. وفي وقت الاعتداء تعرض الشاب المغربي سفيان المعروفي والمتطوع للعمل في التنظيم بالبطولة الإفريقية للاعتداء على مستوى الرأس، وده من مشجع سنغالي. وبعدها تم نقله للمستشفى ودخل في غيبوبة لساعات قبل ما يفارق الحياة. وده كان من أكتر المشاهد المؤلمة في البطولة. انتشر بين الجماهير الغاضبة من اللي حصل في النهائي صور بتوضح المعتدي على الشاب المغربي، مع مطالب بمحاسبته ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة. وخرج بعدها الاتحاد الافريقي ببيان بيأكد انه هيقوم بالتحقيق في احداث النهائي الدموي بالبطولة الافريقية، واللي بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.